كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض حلاوة المولد. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة مفيهاش اي حاجة. هوريكم. شايفين بأمانة تحفة، اكنك جايباها من بره. شايفين؟ تعالوا نعملها مع بعض بأسهل طريقة. اول حاجة هنبدأ فيها السمسمية. مقاديرنا سهلة وبسيطة خالص. معايا كوبايتين من السمسم، كوباية سكر، اقل من نص كوباية مية، معايا كربوناتو، معايا عسل جلوكوز لعسل نحل معايا نص ليمونة. معايا طاسة على النار سخنة هنزل فيها كوبايتين السمسم. انا السمسم بتاعي متحمص، انا يا دوبك هسخنه بس مش هحمصه. انا يا دوبك سخنته، هنقوله في طبق. معايا كوباية سكر، اقل من نص الكوباية مية، تقلبيها. تنزلي بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، عصرة ليمونة، تسيبيها لحد ما يقعد معاكي شوية، لحد ما يبقى اللون معاكي ذهبي فاتح. اول ما يوصل معاكي لقوامه واللون ده هتحسيه غير معاكي وتقل كده، بتجيبي كوبايه وتاخدي نقطتين تحطيهم في الكوبايه. لو لقيتيها نشفت معاكي وقطمت يبقى هو كده استوى. بس هي لسه طريه، واستمر شويه كمان. اول ما تتكسر معاكي كده خلاص. اول بقى ما تعملي لها التيست بتاع الميه ده وتعرفي ان الكراميل معاكي قطم كده معاكي في الميه زي ما وريتهولك، تنزلي بطرف المعلقه كربوناتو بتاع الطعميه. ادفي على النار بتاعتك، هتحطي لا ميه ماء ورد لا تحطي فانيليا، تنزلي بالسمسم على طول. في المرحله دي حاولي تسرعي ايدك شويه. هتجيبي طاسه تدهنيها زيت، واهم حاجه الزيت عشان ما تلزقش منك. واي حاجه تستخدميها ادهنيها زيت. انزلي بالخليط وهو سخن. تقدري تفرديها هي وسخنه، لو بردت منك مش هتعرفي تفرديها. القوام اللي انت حباه، عايزاها تخينه شويه عايزاها رفيعه، ده حاجه براحتك انت بقى. وهي وسخنه حاولي تقطعيها
ما تسيبهاش ياما تبرد. على قد ما تقدري حاولي تسويها. بصي هي لسه على فكرة سخنة في ايدي. يلا بقى نعمل بنفس الطريقة ونفس المقادير دي. هنعمل الفولية والحمصية. معايا طاسة فيها زيت، ليها على طول هي وسخنة، حاولي ما تبردش منك. انا نزلت بكوبايه ونص من الفول السوداني ونص كوبايه من السمسم على طول على طاسه مدهونه من الزيت. معايا سكينه دهنها من الزيت. ده شكلها، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير بسيطة خالص. يلا نقدمها مع بعض. دي شكلها بعد ما خلصت. يا رب تكون طريقتي عجبتكم وطريقتي سهلة بالنسبة لكم.